اليوم غادي نحضر معكم بيتزا محشية في الجوانب بكريمة الجبن الرائعة. هاد البيتزا تجي روعة. بسم الله، نبدو في مقادير العجينة. نحتاج 2 كيسان فرينة، نحتاج ربع كاس من الزيت، نحتاج ملعقة كبيرة في خميرة الخبز، ملعقة كبيرة سكر، ملعقة صغيرة ملح، و2 ملاعق حليب بودرة. نخلط كامل المقادير تاوعي ونبدا نلم في العجينه بالماء الدافئ. العجينه تجي طريه شويه تتلاصق في اليدين كما راكم تلاحظوا. هاد العجينه ما تحتاجش للدلك، غير تلميها وتخليها تخمر كما راكم تلاحظوا. راني غير نلم فيها باطراف الاصابع. نطلي العجينه تاعي بشويه زيت ونخليها تختمر لمده نصف ساعه، ونمروا باش نحضروا الصلصه. للصلصه نحتاج 2 فصوص من الثوم، نحتاج 2 حبات طماطم حجم متوسط، ملعقه كبيره من الطماطم المركزه، فلفل اسود، شويه فلفله حمراء والملح. نقلي الثوم تاعي مليح مع الطماطم المصبره، ومن بعد نضيف لها الطماطم تاع الحبه، ونضيف الملح، فلفل اسود وشويه فلفله حمراء، ونخليها طيب في عقلها باش نتحصلوا على قوام يكون شباب للصلصه. دروك نمروا لتحضير كريمه الجبنه. نحتاج 2 كيسان حليب، نحتاج 2 ملاعق ماشي مملوئين مليح تاع النشاء، نحتاج حبه بيض، نحتاج فلفل اسود والملح والجبن الطري. نخلط كامل المقادير تاوعي في رحبه مع استمراريه الخلط، ما توقفوش من الخلط باش تجيكم كريمه قوام متجانس، ما دير لكمش الكتل. نضيف الجبن تاعي مع استمراريه الخلط كما قلت لكم حتى نتحصلوا على كريمه متماسكه بهذا الشكل. نخليها تبرد ونوضعها في كيس بلاستيكي. غادي نستعين بالكيس باش نشكل البيتزا تاعي. بعد ما خمرت لنا البيتزا لمده نصف ساعه، دروك غادي نحلها بالاستعانه بالفرينه. حلوها على شكل دائري وتكون رقيقه باش ما تجيكمش معجنه. رقوا العجينه تاعكم مليح بهذا الشكل. انا عندي هاد البلا تاع البيتزا هذا روعه البنات، غير شروه يخرج بيتزا روعه. دروك غادي ندير كريمه الجبن تاعي في الحواف بهذا الشكل. استعنت انا غير بكيس بلاستيكي، ما ديروش الكريمه الجبن حاميه في كيس بلاستيكي، مدير لي صحه حتى تبرد وعمروها بهذا الشكل. ونولوي العجينه تاعي على الاطراف كيما هكا. دروك غادي نضيف صلصه الطماطم. انا ما درتش فيها لا لحم المفروم ولا دجاج، درتها غير بالطون والمايز، فلفله خضراء، شويه زيتون مقطع الى دوائر، والجبن. بهذا الشكل كما راكم تلاحظوا، شويه طون شويه زيتون اخضر، ونضيف الزيتون الاسود، والتزيين يبقى اختياري والحشو يبقى اختياري. انا نعطيكم غير كريمه الجبن والعجينه وانتم الحشو كيما تبغوا. ضفت كميه قليله من الجبن حتى نخرجها ونزيد نديرها. دروك غادي نمقص الحواف كيما راكم تلاحظوا بهذا الشكل باش نزينوا البيتزا تاعنا وتجينا روعه. وندهنوها بصفار البيضه مع ملعقه من الخل،
وندخلوها للفرن على 180 درجة من التحت، ومن بعد نشعلوا لها من الفوق شويه يتحمروا لنا الحواف والجبن يذوب، ونخرجوها ونولي معاكم في طبق التقديم. هاي البيتزا تاعنا خرجت، شوفوا كي جات روعه البنات، نتمنى تجربوها. ضفت لها شويه معدنوس وشويه فرماج، وهاي لا بهذا الشكل. شوفوا الحواف كي جاو روعه روعه روعه. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في قناتي.